اتضح لكل المراقبين والمشاهدين ولزملاء النواب أن هنالك عملية إقصاء متعمدة لكتلة الإصلاح. يعني من يصدق أن قامة قانونية وطنية مشهود لها بالكفاءة كالأستاذ صالح العرموطي يستبعد حتى من عضوية لجنة هي من صميم اختصاصه وهي اللجنة القانونية، ويحظى بعضوية هذه اللجنة من لا علاقة لهم بالقانون للأسف. يعني هذا أمر واضح جدا. يعني الاصطفاف لم يكن اصطفافا لا فنيا ولا مصلحيا لمصلحة الوطن ولا لمصلحة المجلس ولا لمصلحة التشريع. للأسف الاصطفاف كان اصطفافا تكتليا وتصفية حسابات. للأسف هذا الذي جرى، وهذه الظاهرة إذا استمرت للأسف ستنعكس على مصلحة التشريع، على مصلحة المجلس، على مصلحة أداء هذا المجلس وهيبة هذا المجلس وقيمة هذا المجلس. فنرجو يعني أن هذه الظاهرة تقف عند هذا الحد. قبلنا بهذا الذي تم على مضض، ونحن فينا كفاءات عالية جدا سواء في التربية ولا في القانونية ولا في الإدارية ولا حتى في الخارجية ولا في الصحية ولا في البيئة ولا في المياه ولا في الطاقة. كان عندنا كفاءات متخصصة في كل هذا، لكن للأسف تم الاستبعاد على أسس يعني شللية وفئوية وتكتلية، وهي ليست كتل حقيقية. فهذا نرجو أن لا يتم هذا الأمر كنهج عمل في التعامل مع هذه الكتلة، وأن لا نوضع في الموضوع الذي لا نريد أن نكون فيه. سنستمع إلى بيان الحكومة وندرسه بكل موضوعية وبنظرة يعني إيجابية تغلب حسن النوايا على سوء النوايا. لكن إذا وجدنا أن البيان وأن المرحلة وأن المعطيات يعني بينها وبين البيان فارق كبير جدا، سيكون لنا طبعا موقف تتدارس الكتلة الموقف من الحكومة ومن بيان الحكومة وتعطي رأيها بقرار جماعي.